العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس السياسي الأفريقي يعزي في وفاة الملكة إليزابيث. راعي الكنيسة الأرثوذكسية يوجه رسالة بمناسبة عيد القديس يوحنس. الثروات البحرية تسهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي. تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا. إسبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمل إيران مسؤوليته. القوى الأوروبية تشكك في جدية إيران التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس السياسي الأفريقي برسالة تعزية للملك تشارلز الثالث بوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وقدم فخامته تعازيه بهذه المناسبة المحزنة للملك تشارلز وشعب بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية يوم 8 من سبتمبر 2022 عن عمر 96 عاما، وخلفها في العرش ابنها الأكبر تشارلز الثالث. ونصبت الملكة إليزابيث الثانية ملكة في شهر فبراير عام 1952، وظلت في الملك ل70 عاما حتى وفاتها لتكون أطول ملكة خدمت على مستوى العالم. وجه نيافة الأنبا قبرص الأول البطريرك الخامس وراعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية رسالة بمناسبة عيد القديس يوحنس، وهنأ نيافته الانتقال بأمن وسلام من سنة مارقوس الإنجيلي إلى سنة لوقاس المبشر، متمنيا أن تكون سنة عفو وسلام ورخاء وحب واطمئنان. وقال أن التعاون من القيم السمحة للشعب الإريتري، ولذلك علينا مساعدة المحتاج وعيادة المرضى وتعزية الملكوم وإعانة الأيتام، ونصح برمي الأفكار البالية مثل القماش البالي والسير بالحب والتعاضد والعمل النبيل. وعرض رائع الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية البطريرك الخامس نيافة الأنبا قبرص الأول عن تمنياته الطيبة بمناسبة العام الجديد للشعب الإريتري في الداخل والخارج، والمرضى في المستشفيات وأفراد قوات الدفاع المتواجدين في الدفاع والتنمية ونزلاء الإصلاحيات. أفادت وزارة الزراعة عن المبادرة التي اتخذتها بالتنسيق مع وزارة الثروة البحرية للاستفادة من الثروات البحرية المحولة إلى سماد سائل في مضاعفة الإنتاج الزراعي. وأوضح السيد تمزقن قبرص قابهير وأستاذ باحث الثروات البحرية في كلية ماي نفح للعلوم وعضو اللجنة الوطنية الناشطة في إنتاج السماد الطبيعي والمبيدات، أوضح أن البحر الأحمر غني بالثروات التي يمكن أن تضاعف الإنتاج الزراعي. وذكر السيد تمزقن أن مخلفات الأسماك والحشائش البحرية تزخر بعناصر مهمة تسهم في تخصيب التربة وتنمية الإنتاج، مشيرا إلى التخلص في المستقبل من السماد الصناعي الذي يتسبب بأضرار جانبية للإنسان والحيوان والبيئة، والاستفادة الجيدة من السماد الطبيعي. وعبر المزارعين الذين يمارسون السماد الطبيعي السائل عن إعجابهم بالنتائج المحققة على أرض الواقع. في الختام دعا السيد تمزقن لإبراز أهمية السماد الطبيعي في القطاع الزراعي، وعلى المثقفين والباحثين منح اهتمام أكبر وتعزيز دورهم لتفعيله بسبل جيدة ومستدامة. دعت الشرطة رجال الدين والأسر المساهمة القوية لترسيخ القيم المجتمعية ومكافحة الجريمة. وأوضحت
مركز الشرطة الرابع النقيب سنبلاويت غداء في السيمينار الذي عقدته يومي 7 و9 سبتمبر في زرزرات وبراديزو أن أنشطة التوعية المتواصلة ساعدت للتعريف بالقانون ومكافحة الجريمة، مشيرة إلى أن الإهمال وعدم إبلاغ الجهات المعنية سريعا يشجع المجرمين. وقد قدمت شرحا بالأرقام عن الجرائم والمخالفات المسجلة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام في مركز الشرطة الرابع الذي يغطي مديريات براديزو وزرزرات وعداق حمص وماي تمناي، وذكرت بأن 50% من الجرائم اكتشف جناتها بتعاون الشعب. وأوضح المشاركون في السيمينارات بأن المحاضرات المقدمة أسهمت في رفع معرفتهم بالقانون متعهدين لترسيخ القيم السمحة. حاز الدراجة الإيطالي بنيام غرماي عضو فريق انترمارش البلجيكي على المركز الثالث في السباق الذي نظم في كندا، وفاز بالسباق الذي استمر لحوالي 5 ساعات لقطع مسافة 201 كيلومتر الفرنسي بينوت كوسينفوري، وجاء الأسترالي مايكل ماتيوس ثانيا. وحل في المركز الرابع الهولندي فان أرت الحائز على القميص الأخضر في طواف فرنسا الذي كان يتوقع فوزه بالسباق. وحصل دراج بنيام غرماي على الإشادة من مختلف الجهات لتسجيله النتيجة المميزة في أول سباق يخوضه في شمال أمريكا. تجري الإشارة إلى 147 متسابقا من 21 فريقا سيشاركون يوم الأحد في سباق مدينة مونريال الكندية لمسافة 224 كيلومتر. السادة والسيدات إلى فاصل ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أكد تشارلز الثالث خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية أنه يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة المناطة بالملك. وقال العاهل البالغ 73 عاما أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا أنه سيبذل كل جهده ليكون على المثال الملهم لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما. وعد الملك الجديد بأن يكون في خدمة البريطانيين طوال حياته كما كانت والدته التي قطعت هذا العهد وهي في 21 من العمر. ويعتلي تشارلز الثالث العرش فيما البلاد تمر بمرحلة صعبة مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها المملكة المتحدة منذ 40 عاما، وتوالى على رئاسة الحكومة فيها 4 رؤساء وزراء في غضون 6 سنوات. تعرضت ألبانيا لهجوم إلكتروني جديد استهدف شرطتها وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الألبانية، متهمة مجددا إيران بعد 3 أيام من قرار تيرانا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعدما حملتها مسؤولية هجوم مماثل في يوليو الماضي. وندد رئيس الوزراء إيدي راما في تغريدة بهجوم سيبراني جديد ارتكبه المهاجمون أنفسهم الذين سبق أن دانتهم الدول الصديقة والحليفة لألبانيا كما أشار. وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية والوزير المسؤول عنها إسماعيل خطيب بعدما أعلنت تيران في 7 من سبتمبر أن إيران تقف وراء هجوم سيبراني غير مسبوق استهدف البنية التحتية الرقمية لحكومة ألبانيا. ودانت طهران بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مشددة على أن قرار تيران قطع العلاقات الدبلوماسية السند إلى مزاعم لا أساس لها وذات دوافع سياسية.
أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك عن شكوك جدية في مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرة من أن موقف طهران يقوض احتمالات إحياء اتفاق 2015. وبدأ أن المفاوضين الأوروبيين يحققون تقدما باتجاه إحياء اتفاق العام 2015 مع موافقة إيران إلى حد كبير على نص المقترح النهائي، لكن درجة التفاؤل تراجعت عندما أرسلت الولايات المتحدة ردها الذي ردت عليه إيران بدورها. وقالت القوى الأوروبية الثلاثة أن المقترح النهائي الذي طرح على طهران يمثل الحد الأقصى لمرونة القوى الأوروبية بشأن الملف، وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لإيقاع خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها. ضرب زلزال قوة 6.1 درجات إقليم بابوا الإندونيسي تلته هزة أخرى شدتها 5.8 درجات بعد بضع دقائق وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وقالت الهيئة أن الزلزالين سجلا على عمق 15 كيلومتر على بعد حوالي 272 كيلومتر من مدينة إيبوبورا. وضرب زلزال ثالث بقوة 5.9 درجات المنطقة نفسها على عمق 32 كيلومتر. ولم تعلن السلطات على الفور وقوع إصابات أو أضرار مادية، ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي، فيما تحدثت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية عن هزات معتدلة وأضرار محدودة. وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادي وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي الأفريقي يعزي في وفاة الملكة إليزابيث. راعي الكنيسة الأرثوذكسية يوجه رسالة بمناسبة عيد القديس يوحنس. الثروات البحرية تسهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي. تتويج شارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا. ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمل إيران مسؤوليته. القوى الأوروبية تشكك في جدية إيران التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. في أمان الله وحفظه.